جبت البامية طلعتها من الكيس اهي، هبدأ اغسلها عشان نعمل أكل على الطريقة الصعيدية. لازم البامية بعد ما اتغسلت هنقطعها صغير. أهم حاجة قرن الشطة الحامي عشان يدي طعم ولذاذة في الأكل. البامية بعد ما اتغسلت البامية هقطعها. طبعا أهم حاجة القرن اللي بقول عليه ده الحامي، بيدي نكهة الأكل وطعم تحفة. الشوربة كده غلت، هضيف ليها البامية. راعي لازم تاخد غلية واحدة وعلى النار هادية. ضفنا مع بعض البامية اهو، هسيبها على راحتها تغلي 10 دقايق. ضفنا مع بعض البامية اهو، هسيبها على راحتها تغلي 10 دقايق. اهو كده بعد 10 دقايق انا شفت البامية، هقلبها وهديها فركة بالمفرك على الطريقة الصعيدية وارجع لها تاني. اهو دلوقتي هضيف التوم مع البامية اهو. اللهم بارك، أكل على الطريقة الصعيدية اهو، بامية تحفة.